تخيل إن لحظة طيش من طفلة صغيرة كانت الشرارة اللي قلبت حياة المجموعة رأسًا على عقب، من إصابة غير متوقعة لطفل بريء لانقسام داخلي هدد أقرب الصداقات، لحد مواجهة دامية بين قائدين كان المفروض إنهم إخوات في البقاء. موسم تاني مليان جروح أعمق من جروح الزومبي، وخسارات بتسيب أثرها في الروح قبل الجسد، ولكن ده ما كانش غير البداية. ولو لسه ما شفتش الموسم اللي فات فروح شوف الأول عشان تبقى فاهم الدنيا، وحط الاشتراك واللايك الحلوين بتوعك عشان ده بيشجعني أستمر. وصلي على النبي ويلا بينا نبدأ. الموسم اللي فات انتهى بانفجار مركز المكافحة، ومعاه مات كل من الدكتور جينر وجاكي. الموسم التاني بيبدأ بالمجموعة وهي محبطة جدا، ما بيكونوش عارفين هيعملوا ايه ولا هيروحوا فين، فبيقرروا انهم هيمشوا 125 ميل وهيبتعدوا اقصى حاجة عن المدينة. فبيركبوا كلهم العربيات وبيمشي. وبعدها ريك كان بيحاول ينسي كارل اللي حصل، وبيفضلوا يتكلموا يهزروا لحد ما بيوصلوا الطريق مسدود. وديريل بيشوف المكان وبيقول لهم امشوا ورايا، فبيمشوا لحد ما المقطورة بتبوظ. فبعد كده بيتفرقوا كلهم وبيشوفوا لهم حاجة تنفعهم، وبيفضل ديل يحرسهم. وبعد كده بيشوف زومبي جاي من بعيد، فبيقول لريك، وريك بيقول له جمد قلبك. وأول لما بيبص بيشوف مجموعة من الزومبي، فبيحذر الجميع وبيقول لهم كلكم انزلوا تحت العربيات. وكانت لسه أندريا جوه المقطورة، وكان الباب مفتوح فبيدخل عليها زومبي. وبعد كده بتخش تستخبى في الحمام، ولكن الزومبي حاسس بوجودها، فديل بيرمي لها مفك وبتقتله. وبننتقل للجماعة اللي بره، وبنلاقي تيدوجي كان لسه ما استخباش والزومبي بيلاحظ وجوده، وهو نازل يستخبى لقيت بيجرحه جرح خطير في ايده. فالزومبي بيشم ريحة الدم، لكن ديريل بيجي وينقذه. وبنروح للغبية اللي اسمها صوفيا، وكانت عايزة تروح لأمها. يا شيخة اقعدي ساكتة، لغاية ما فعلا اتنين من الزومبي حسوا بوجودها، فبتطلع تجري في الغابة. ورجبي بيروح وراها وبيوصل لها قبل الزومبي، وبيقول لها خليكي مستخبية هنا أنا هقتلهم واجي. والغبية برضو أول لما مشي بتخرج من المكان، وريك لما بيخلص على الاتنين الزومبي بيروح لها المكان وما بيلاقيهاش، فبينده على الجماعة وبيحكي لهم اللي حصل. وبيتفقوا إن ريك وديرل هيروحوا يدوروا عليها، وجلين وشين هيرجعوا يطمنوا المجموعة. وفي الوقت ده كارل كان ليه مجموعة من الأسلحة في واحدة من العربيات وبيديها لشين. وبنرجع للجماعة واللي هما بيدوروا بيلاقوا زومبي فبيقتلوه، وبيلاقي لحمة بين سنانه، فديرل بيشق له بطنه وبيعرف إن دي لحمة سنجاب. بعد كده الوقت بيتأخر فبيرجعوا للباقي. وتاني يوم ريك بيوزع عليهم الأسلحة اللي كارل لقيها اليوم اللي قبله، وبيتفقوا كلهم إنهم هيدوروا على صوفيا. وكارل بيقول لهم أنا جاي معاكم. وبعد كده بيتحركوا كلهم ما عدا تيدوج وديل، وهما ماشيين بيسمعوا صوت أجراس قوية، فبيجوا ناحية الصوت لغاية ما بيلاقوا كنيسة، فبيخشوا يرتاحوا كلهم. وبعد كده بيكملوا رحلتهم، وبيتفقوا إن ريك وشين وكارل هيكملوا لمدة ساعة إضافية، والباقي هيرجعوا. وهما ماشيين بيلاقوا غزالة، وكارل اتبسط وهو شايف الغزالة، فقرب بخطوات هادية. وفجأة طلقة نارية اخترقت الغزالة وبكل صدمة أصابت كارل في نفس اللحظة. وبعد كده بيظهر أوتيس وبيقول لهم والله العظيم ما كنت أقصد، أنا كنت بصطاد الغزالة وما شفتهوش. وبيقول لهم في مزرعة صغيرة إحنا عايشين فيها، وفيها راجل كبير اسمه هيرشل كان شغال دكتور وهيعرف ينقذ ابنك. وبعد كده بيروح ريك المزرعة جري وهو شايل كارل. ولما بيوصل للدكتور هيرشل بيدخلوه بسرعة وبينيموه على السرير. وهيرشل بيقول لريك أنا محتاج من دمك فخليك. وريك بيقول له خد دمي كله بس انقذ كارل. لكن هيرشل بيقول له ما تخافش، الطلقة قلت قوتها لما جت في الغزالة، ولكن في مشكلة، الطلقة دخلت جسم كارل وهي 6 شظايا. وبيقول له إنه خرج شظية بالعافية، ولكن الباقي محتاجين عملية ضروري. والعملية دي عايزة أدوات مش موجودة في المزرعة ولكنها موجودة في مستشفى اتحرقت من شهر ونص، ولازم حد يروح يجيبها. فبعد كده بيقرر أوتيس إنه هيروح يجيبها عشان يصلح خطأه. وشين بيقول له أنا هاجي معاك، فبياخدوا العربية وكل اللي هيحتاجوه وبيمشي. وبعد كده ماجي ابنة هيرشل بتسأل ريك عن مكان لوري، وبتروح لهناك وبتقول لها على اللي حصل، فبتتصدم وتروح وهي مرعوبة. والجماعة بتروح تقول لديل وتيدوج إنهم كلهم هيروحوا المزرعة تاني يوم وبيحكوا له اللي حصل. وبيتغير المشهد لريك وهيرشل، وبعد كده بنعرف قصة هيرشل وإنه خسر مراته وابنه وتحولوا لزومبي. وبيكون هيرشل شايف إن الفيروس علاج زي أي مرض تاني، وريك بيقول له الفيروس ده مختلف، ولكن هيرشل ركب دماغه وطنشه. وبعد كده بتوصل ماجي ولوري بيخشوا جوه. واول لما لوري بتشوف ابنها اعصابها بتنهار وبتفضل تعيط. وبعد ما بتهدى بتقعد مع هيرشل وريك، فبيتصدموا لما بيعرفوا انه اصلا دكتور بيطري مش طب بشري خالص. وبنروح لشين واوتيس، كانوا بيتحركوا بهدوء عشان الزومبي مالي المكان، واي حركه كده ولا كده يعني موت. ويفضلوا يتحركوا بحرص لحد ما بيوصلوا للعربيه اللي فيها العلاج، وبيلموا كل حاجه. واول لما بيخرجوا يلاقي الزومبي قدام الباب عامل لهم احلى حفله استقبال.
وبيهربوا والزومبي فضل وراهم لغاية ما دخلوا مدرسة قديمة وبيقفلوا الباب على نفسهم، وبيكون الزومبي لسه وراهم. فبيقفوا بعد كده في مكان عالي وبيتفقوا إن أوتيس هيشتتهم وشين هيهرب، وبعد كده أوتيس هيجي وراه. وفعلا نفذوا الخطة وأوتيس فضل يشتتهم وشين نط من الشباك. بعد كده وصل أوتيس هو التاني، وبتكون حالتهم هما الاتنين سيئة جدا، وبنتجه للمزرعة، واللي بيكونوا كلين وتيدوج وصلوا، ومرات أوتيس بتخيط لتيدوج جرحه. وبعد كده جيلين وماجي بيقعدوا مع بعض وبيحصل شوية إعجاب متبادل بينهم، وبتكون حالة كارلا عمالة تزيد سوء مع كل دقيقة بيتأخروها شين وأوتيس. وبنتجه ليهم، واللي الذخيرة خلصت منهم ما بيكونش فاضل معاهم غير طلقة واحدة، وبتكون مع شين، وبيكونوا هما الاتنين مصابين في رجليهم وحالتهم تصعب على الكافر. وفجأة بنلاقي شين بيضرب طلقة في رجل أوتيس وبياخد منه شنطة العلاج، فبيمسك شين من شعره لحد ما خلعه في إيده. فبيهرب شين وبيموت أوتيس موتة بشعة جدا ما تتمنهاش لألد أعدائك. وبيكون هيرشل خلاص هيعمل العملية من غير المعدات، لحد ما يوصل شين في آخر لحظة بالمعدات. والجماعة أول لما بتطلع بتلاقيه من غير أوتيس. ولما بيسألوه عن أوتيس بدأ الكذاب يقول عنه الشعر إنه إزاي ضحى بنفسه عشانه وعشان كارل برضه، وبيعمل لنفسه زعلان. وهيرشل بيقول له ما تقولش حاجة لمراته عشان تركز في العملية. وبعد ساعات من التعب العملية نجحت أخيرا، ولكن بعد ما خسروا أوتيس بيكونوا كلهم زعلانين عليه جدا. وبعد كده بيروح شين يستحمى، وبنلاقيه بيحلق شعره كله بعد ما أوتيس خلع له حتة منه، وده معناه إن شخصية شين اتغيرت 180 درجة. وتاني يوم بيفوق كارل أخيرا، والجماعة بتوصل، وبعد كده بيروحوا كلهم عزا أوتيس وكلهم بيشكروه بكلمة. والغدار شين عمل نفسه بيعيط وطلع قال إنه ضحى بنفسه عشان خاطر ينقذ كارل. وبعد ما الموضوع هدي بيرجعوا تاني لموضوع إنقاذ صوفيا، وبيتفقوا إن ديرل بس هو اللي هيروح، وده لأن ريك مش هيعرف يروح عشان كمية الدم اللي فقدها، وبرضه عشان شين مصاب في رجله. وبعد كده هيرشل بيقول لريك اعمل حسابك انتوا مش مطولين هنا، بمجرد بس ما ابنك يخف ويرجع يقف على رجله وتلاقوا صوفيا، وقتها يبقى شافوا لكم حته تاني. وبعد كده كلين وماجي بيتفقوا انهم هيروحوا الصيدليه، وماجي بتروح تجيب حصانين، ولوري بتدي جلين ورقه مكتوب فيها اختبار حمل. وبنروح لديل وتيدوج وهم عند البير، ولسه تيدوج هيشرب بس ديل بيمنعه في اخر ثانيه وبيقول له بص اللي موجود تحت. ولما بيبص بيلاقي زومبي قاعد بيبلبط تحت الميه، فبيندهوا على الجماعه عشان يطلعوه. وبعد كده بيتفقوا كلهم ان جلين هينزل تحت ويربطه ويشدوا الحبل ويطلعوه. ولما بينزل بيكون لسه يربطه لحد ما الحديده اللي رابطين فيها الحبل بتاع جلين بتتكسر، ولكنهم بيشدوا بكل قوتهم لحد ما فعلا بيطلع. وبيكون جلين عرف انه يربط الزومبي، وبعد كده بيشدوه بكل قوتهم، ولكن اول لما بيطلع بيتقسم نصين والنص التاني بيقع في البير. بيكونوا كده رجعوا لنقطه الصفر من تاني. وبعد كده جلين وماجي بياخدوا الأحصنة وبيروحوا الصيدلية، ولما بيوصلوا بياخدوا كل اللي هيحتاجوه. وجلين بيجيب اختبار كشف الحمل بتاع لوري. وبعد كده بيرجعوا تاني للمزرعة، وبنروح للدرل. وهو ماشي بيلاقي بيت، ولما بيخشوا بيلاقي بواقي أكل، وده معناه إنه كان في حد هنا قريب. فبيروح للجماعة وبيقول لهم. ولما جلين وماجي بيوصلوا جلين بيدي لوري الاختبار في السر، ولما بتجربه بيطلع موجب، وده معناه إنها حامل. وبعدها بنرجع فلاش باك لورا لما الفيروس انتشر وكان المكان الوحيد الآمن هو أطلانتا، وكانت كل العائلات متجهة لهناك، ومن ضمنهم طبعا كانت الجماعة اللي اتعرفنا عليهم. وفجأة وهم بيتكلموا الجيش بيعدي وفيهم لحد ما وصل لأطلانتا وقصف المدينة باللي فيها. يا نهار أبيض، سقطت آخر ملجأ للناس. وبنرجع للحاضر، وكانت لوري متضايقة جدا عشان هي حامل من شين ومش من ريك. وبيكون ريك بيوزع المناطق اللي هيبحثوا فيها عن صوفيا. بيكون شين مقتنع إنها ماتت، وبيقول بواقي الأكل اللي دير نلاقيها ملهاش علاقة إنها هي. وبعد كده بيروح هو وريك يدوروا، وشين بيقول له يا عم أكيد ماتت ولو استمرينا كده هنموت كلنا. فريك بيقول له خلي قلبك طيب عشان أمها حتى. فشين بيطنشه وبيكملوا مشي، والمشهد بينتهي لدارل وهو ماشي بالحصان بيلاقي منحدر، ولما بيبص كويس بيلاقي اللعبة بتاعت صوفيا. فبينزل يجيبها وبينادي عليها، ولما بيطلع يركب حصانه وبيكمل مشي. ولكن الحصان وهم ماشيين شاف تعبان، والأحصنة بتخاف جدا من التعابين، فبتروح هتفدرل من فوق المنحدر وبيقع وبيتدغدغ يا عيني، وفي سهم بيخش في جنبه. ولما بيحاول يطلع وبيوصل لآخر حتة رجله بتتزحلق، فبيقع تاني وبيفقد الوعي. وبنروح لهرشل، وبيكون بيتكلم مع ريكو بيقول له أنا في حصان من عندي ضايع. بيكون قصده على الحصان اللي مع ديرل. بيقول له لو استمريت على الأمر ده يا ريك فمعلش خد جماعتك وامشي. وبنتجه لديرل، واللي بيكون بيتخيل أخوه ميرل بيقول له اخس على الرجالة. بقيت دلدول لريك لما يقول لك روح يمين تروح، روح شمال تروح. فديرل بيقول له اخرس انا اللي بعمل ده كله بمزاجي. وبعد كده بيفوق ديرل وبيلاقي زومبي قاعد بياكل في جزمته، فبيتصدم وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيقتله.
وبعد كده زومبي تاني بيجي، فبيطلع ديل السهم من جنبه وبيقتله، وبعد كده بيقطع ودان الزومبي وبيعملها سلسلة، وبعد كده بيطلع وما بيلاقيش الحصان بتاعه. بيعرف إنه كان بيتخيل بميرل وإن ده ما كانش حقيقي، فبيرجع تاني للمعسكر واللي أندريا كانت بتحرسهم. وفجأة بتشوف ديرل وبتحسبه زومبي عشان شكله متبهدل، فبتقول للجماعة. ولما ريك بيروح يشوفه بيلاقيه لسه حي، ولكن أندريا ما كانتش تعرف إن ده ديرل. فديل بيقول لها جربي حظك، وفجأة بتضرب رصاصة على راس ديرل، ولكن الحمد لله الرصاصة جرحته جرح سطحي. وبعد كده ريك والشين بياخدوه لهيرشل وبيبدأ في علاجه، وديرل بيقول لهم على موضوع لعبة صوفيا اللي لقيها. وساعتها شين بتزيد في دماغه موضوع إنهم ما يدوروش تاني على صوفيا لأنها خلاص أكيد ماتت، ولكن ريك ما بيكونش موافق. وبعد كده بيقعدوا ياكلوا كلهم، وهما بياكلوا جيلين بيكتب لماجي تقابله عند الحظيرة، ولكن ماجي ما قرأتهاش عشان أبوها حاسس إن في حاجة. ولما بيخلصوا أكل ماجي بتقرأ الرسالة وبتصطدم وبتجري على الحظيرة. وفي الوقت ده جيلين بيكون وصل، بيخش الحظيرة من الباب الخلفي وبيشم ريحة معفنة، وأول لما بيفتح الكشاف بيتصدم بمجموعة كبيرة من الزومبي. وبعد كده ماجي بتوصل وبتقول له إنه ما يقولش لحد على اللي شافه، وبتقول له إن أبوها بيحاول يعالجهم لأن أمها وأخوها هنا، وإن هما مهتمين بيهم وبيأكلوهم لحد ما بيشوفوا لهم علاج. وبتمر 3 أيام وهم على نفس الحال، يصحوا يدوروا على صوفيا ويرجعوا ياكلوا ويناموا. وفي اليوم الرابع برضه صحيوا وكانوا بيتجهزوا عشان يدوروا على صوفيا. وبعد كده كارل بيقول لشين عايزك تعلمني استخدام السلاح، وبيكون سرق مسدس صغير من المقطورة. وبعد كده شين بيقول لأبوه وأمه. ما كانوش موافقين، ولكن في الآخر وافقوا، وإن شين هيكون المدرب بتاعه. وبيروح المشهد لجلين وديل، وجلين بيقول لديل إن لوري حامل، وبيقول له برضه إن هيرشل حابس مجموعة من الزومبي عنده في الحظيرة. وديل بيقول له ما تخافش سرك كبير. واول ما بيخلص بيروح يقول للوري انا سمعت انك حامل. تعرف لوري ان جلين اللي قال له، بيقول لها الواد غلبان وما بيعرفش يكذب. وبعدها بيروح لهيرشل بيقول له هو انت ليه حاطط عندك زومبي في الحظيره؟ فبيرد هيرشل عليه ويقول له ان مراته وابنه هناك وهم مرضى مش موتى وهلاقي علاج. وبعدها بتروح لوري تشكر هيرشل عشان انقذ ابنها، وبيقول لها انتوا كده كده هتمشوا قريب وهتكملوا لوجهتكم. فبتصدم، وبعد كده بتروح لجلين وبتقول له انا مش زعلانه منك، وبتكتب له على لست الفيتامينات للحمل. ولكن اللي جلين ما يعرفوش ان دي اصلا حبوب اجهاض. وبعد كده بيروح هو وماجي الصيدلية تاني، ولما بيوصلوا بيجيبوا كل اللي هيحتاجوه من مضادات حيوية وكل حاجة. وجلين بيجيب اللي لوري قالت له عليه، وبيمشوا. ولما بيوصلوا جلين المسكين بيدي لوري حبوب الإجهاض وهو مفكرها فيتامينات الحمل. ولوري بتبقى مترددة جدا ومش عارفة تعمل ايه، وفي الآخر بتاخدهم، ولكنها رجعت في قرارها في آخر لحظة وبترجعهم. وبنروح لديل، ولما بيكونش واثق في شين من ساعة ما رفع السلاح على ريك من ورا ظهره. ولو لسه ما شفتش الحتة دي فأنصحك تشوف الموسم اللي فات، واللي هسيبهولك فوق على الشمال. المهم يقول له انا شاكك ان اصلا اوتس ما ماتش، بس انت اللي قتلته يا شين صح؟ فشين بيقول له يعني لو انا كنت هقتل ريك واللي هو زي اخويا فهعمل فيك ايه، وبيسيبه ويمشي. اه يا غدار. وفي الوقت ده ريك بيخش الخيمه وبيلاقي حبوب الاجهاض، فبيعرف ان لوري كانت حامل. فيا ترى ايه هو مصير علاقه ريك ولوري بعد ما اكتشف انها حامل؟ وايه هو مصير شين مع ريك وديل؟ وهي التحديات اللي هتواجههم؟ استنوني في القسم الثاني من الموسم الثاني، واللي باذن الله لو لقيت تفاعل رهيب على الفيديو ده فهينزل بكره. اما بقى لو ما لقيتش فهينزل كالمعتاد. وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حط الاشتراك واللايك الحلوين بتوعك، ويلا باي.